معظم شقق وفيلل الساحل الشمالي بتتباع فورا اول ما تطرح للبيع. هي كلها بقت مليونيرات؟ لا، هقول لك سر، كتير من الناس اللي اشترت دي معهاش تمن الوحده اللي اشتريتها كامله، ويمكن معهاش حتى ربع تمنها. ما تستغربش، هقول لك بيشتروها ازاي وليه، علشان انت كمان تقدر تستثمر زيهم. في ناس عايزه مكسب سريع بتراهن على الاوفر، وده المبلغ اللي بيتحط على سعر الوحده الاصليه بعد فتره من نفاذها من الشركه نفسها. يعني مثلا انا شركه سين طرحت عدد 100 وحده وال100 خلصوا، يبتدوا بقى الناس اللي اشتروا يعيدوا البيع بسعر زياده. لو اشترى ب 500 يبيع ب 550، وده ممكن يحصل من تاني يوم. في ناس بتراهن على مكسب اكبر، خصوصا لو المطور والمشروع اساميهم كبيره، وده بيكون معاه فلوس اكتر قصاد سنه مثلا او سنه ونص تكون الوحدات اتبنت، او حتى يكون الشغل في المشروع ده باين، فيقدر يبيع بارقام اكتر بكتير من اللي اشترى بيها، والمكسب ممكن يوصل للضعف. وفي ناس عايزه الوحده تفضل معاها، دول بيبقوا مخططين اكتر ومعاهم فلوس يقدروا يكملوا بيها لحد ما المشروع يخلص ويستلموا الوحده. هنا بيبتدي يأجر الوحده بعد الاستلام على طول، ويعتمد بقى على ان الايجار هيسد القسط والباقي كمان يوفره، واحتمال يجيب بيه واحده تانية كمان ويعيد نفس الموضوع. وما تستغربش، الايجارات في الساحل غاليه جدا جدا جدا، تقدر تاخد لفه على بوكينج او اير بي ان بي. لو عايز تستثمر ومعاك مقدم كويس وبتفكر في اقتراح من اللي احنا قلناهم، ما تترددش. الرهان لسه مستمر على الساحل الشمالي، والاستثمار فيه مربح جدا، خصوصا ان نسبه ارتفاع اسعار عقارات الساحل الشمالي زادت من 2020 لحد دلوقتي بنسبه 100 ل 300%. ولو عايز فيديو تاني اقول لك فيه ازاي تجيب واحده مضمونه تقدر تأجرها او تبيعها بسهوله ومكسب كبير، قولي في الكومنتس.